كيلو بطاطس، وانسي بقى الشيبسي والمواد الحافظة وتعالي شوفي الطريقة. عندي نص كيلو من البطاطس، قشرته كويس وغسلته وبعدين بقطعه لمكعبات. هجيب بقى حلة واغسل البطاطس كويس جدا، وبعدين اضيف عليها مية وارفعها على النار. اغطيها كده بالمية، مش هتاخد وقت في التسوية خالص، يعني 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي، عشان احنا مقطعينها صغير. هزود عليها مية وهغسلها كويس، وهرجع تاني املاها كده مية، اغطيها وارفعها على النار لغاية ما تتسلق. لازم اسلق البطاطس كويس جدا عشان وانا بهرسها تتهرس معايا بسهولة. اصفيها بقى من مية السلق واخرجها في طبق، وهرسها كويس. بصوا هي محتاجتش هراس، هي بالشوكة كده عشان كانت مستوية كويس، فبالشوكة كده هرستها اتهرست معايا بكل سهولة. بس لازم تهرسوها كويس، ما يكونش فيها اي قطع كده، عشان يعني الوصفة تنجح معاك ان شاء الله. بعد كده بقى هجيب بيضة واحطها عليهم، وهحط على البيضة هضيف نص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسمر ونص معلقة من الكركم. لو مفيش كركم استعملوا كاري، مفيش مشكلة. هقلبهم برضو كويس مع بعض لغاية ما اتأكد ان البطاطس بقى فيها من كل الخليط اللي معانا دوت، وشربة من كل البهارات. بصوا البطاطس لازم تكون ناعمة معاكي كده. بعد كده هضيف عليها نص كوباية من النشا، وكوباية ونص من دقيق الذرة. دقيق الذرة بيكون موجود عند العطار، لو مش موجود حطي عليها، هاتي ذرة بتاع الفشار واضربيه في الخلاط. واضيف معلقة من طعم الجبنة، معلقة من البيكنج باودر، ومع كوباية ونص من دقيق الذرة. زي ما قلتلك لو مش متوفر اعمليه في الخلاط. وبزود كده مية بالتدريج. لما بنضرب دقيق الذرة في الخلاط لازم ننخله كويس عشان ما يكونش فيه اي حبيبات. بعجنهم ببعض كويس، العجينة بتكون طرية مش ناشفة، طرية بتلزق في الايد. هجيب بقى كيس من اكياس التلاجة او كيس حلواني المتوفر عندك، وببدأ اخد من الخليط دوت واحطه في الكيس، وبعمل للكيس كده فتحة صغيرة. عارفين ده اللي هو الشيتوز اللي بنشتريه من بره للولاد ده؟ صراحة انا ما بجيبش الحاجات دي من بره ابدا، يعني انا بعملها في البيت. عملت قبل كده معاكم برضو دوريتوس، والنهاردة بنعمل الشيتوس. بصوا احسبوها بقى في التلاجة 10 دقايق عشان تمسك نفسها كده وتقدروا تحكموا فيها. الحقيقة انا اشتغلت فيها على طول عشان التصوير، انسبوها 10 دقايق عشان تحكموا فيها اكتر. طبعا زيت سخن على النار، زيت غزير وسخن، ولازم الزيت يكون سخن. وهنبدأ نضيف فيه الشيتوس ده او المقرمشات اللي معانا دي. طبعا النار الاول بتكون عالية اول الزيت ما بيسخن. ببدأ اهدي النار، وما بياخدش وقت خالص في التحمير، يعني مش هياخد 5 دقايق، دقيقة واحدة بس مش 5، هياخد دقيقة واحدة بس بالظبط وبيخرج معانا. ما بيشربش زيت خالص يعني هو. طبعا انا عشان العجينة كانتش ماسكة نفسها برضه، عشان ما حطيتهاش في التلاجة، زي ما قلتلكوا حطوها في التلاجة عشان تقدروا تحكموا فيها اكتر من كده. اول ما بياخد لون من تحت بقلبه طبعا من هنا ومن هنا وبخرجه، والافضل تخرجوه على مصفى عشان يفضل مقرمش. لو عايزين طريقة الدوريتوس اللي عملناها بذرة الفشار اكتبولي في الكومنتات، وان شاء الله هسيبها لكم في التعليق. بصوا بصفيها كويس وبخرجها، زي ما قلت لكم مش هتاخد وقت خالص. اعمل بقى كل الكمية اللي معايا بالشكل ده. طبعا الزيت بقى بيكون هادي، اول ما بتسخن بس بنهدي النار بقى عليه تماما.
عشان زي ما قلت لكم ما بتاخدش وقت في التحمير، ده دقيقة واحدة وبنخرجها، بس حمروها كويس يعني. بصوا ده شكلها حلو قوي، طعمها جميل، هتعجبكم وتعجب ولادكم. دلوقتي هسمعكم صوت القرمشة بتاعتها. الصوت بتاعها مقرمشة جدا ما شاء الله. بس مش شاربة زيت خالص، ولذيذة يعني، عشان ما نشتريش الحاجات دي من برا خالص. كل حاجة نقدر نعملها للولاد في البيت احسن وانضف واطعم 100 مرة من برا. اشوفكم على خير، مع السلامة.